مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفر للكوشن او الخدادية الصغيرة اللي بتبقى موجودة على الانتريه او الركنة. معانا القماش والسوستة. القماش عرض 45 والسوستة 45 برضو، وعندنا القماش 80 سنتي. الكوشن اللي معانا النهاردة دي 45 عرض في 40 طول، فاحنا محتاجين الطول ده مرتين لانها وش وظهر. دي حاجة. اول حاجة بنعملها ان احنا بنبتدي نثبت السوستة خياطة سنجر عادية خالص. يا ريت لما نخيط على السوستة، ما نخيطش على القماش عشان القماش ده لكرة، ف هيمط القماش معانا لو عملناه من ناحية لو ركبنا سوستة من ناحية اللكرة او من ناحية القماش اللكرة دي. حاجة يا ريت ناخد بالنا منها علشان يعني ما نقعش ان هو بقى في دايرة ان هي مش حلوة، شكلها مش لطيف، لا ده ورورت مننا. يستحسن ان احنا نعملها ان لما نيجي نخيط من ناحية السوستة مش من ناحية القماش. بعد ما بنخيطها بنبتدي نعمل مكان الخياطة بتاعتنا على مكنة الأوفر علشان يبقى شكلها حلو. كمان بنبتدي نخيط الجناب بتاعتنا. ادي اهو الناحيه دي هناخدها على مكنه الاوفر كده، بحيث ان احنا يبقى شكلها حلو ولطيف، ما تبقاش شكلها مبتذل او تتنسل او تعمل اي حاجه. هي ممكن تتساب كده عادي مفيش مشاكل، بس احنا بنسرفلها زياده نظافه للشغل بتاعنا. بنبتدي نخيطها من على الجناب بعد ما بنخيط السوستة. بنخيطها على مكنة اوفر 4 فتلة بنفس لون الكوشن اللي معانا. يعني احنا معانا لون كافيه، بنخيطها بلون كافيه ما عدا الفتل بتاعت الاوفر ذات نفسها اللي هي خيط الاوفر بيبقى لونه اي لون عندكم، يعني ما ترتبطوش بحاجه معينه. لو عندكم كافيه يبقى احسن، ما عندكمش كافيه يبقى اي لون هيأدي الغرض. اهم حاجه الفتله التالتة والرابعة يبقوا خيط سنجر من الخيط اللي احنا بنخيط بيه او بتاع المكنه السنجر، علشان بيبقى قوي وما بيفلتش الخيطه معانا. مكنه الاوفر ال4 فتله هي اللي هتساعدنا ان احنا نطلع شغل نضيف مع اللكرة. احنا هنلبسها دلوقتي وده شكلها بعد ما خلصنا. لو عجبكم الفيديو ونال استحسان منكم يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان القناه تكبر بيكم. دمتم في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد باذن ربنا.